انتوا شو وقت تخلص مشاكلكم؟ رحمة والديكم. شوف هاي المشكلة الحلوة اللي وصلتني. مشكلتي انه احب وحدة واريد اصارحها، بس متردد. ايش تنصحني، اصارحها لو لا؟ لان اخاف ترفضني. انصحك تروح تصارح اهلها، او تصارح اهلك اللي ما يدرون بيك ايش قاعد تسوي على الاقل، حتى تتقدم لها. افتهمت؟ وبعدين ايش قد اكره كلمة اصارحها، اشايحها. ترى هاي الكلمة غير جايفة. ما ادري اني متعلميها من الجامعات العراقيه. ها صراحه ذاك اليوم وحده صارت مكبله. يا اخي راح تقول لي ها مو شلون تقدم لها غير بالبدايه صارحها؟ مو ما ندل بيتهم. ها لقفتك، عرفتك. انت تحب وحده بالنت، نسيت انا عبالي تحب وحده بالحقيقه. اوه ماي جاد. ما ادري بيك، اسف سامحني، ما ادري بيك انت من هذا الجيل، ما ادري بيك انت من جماعه الحب الوهمي. ادري بيك شفتها منزله ستوري فحبيتها من ستوريها وتريد تصارحها. يا عيني يا فدوه يا عاشق يا جاك يا روميو. اهدأ شويه. متاكد انت دينار ماكو بجيبك ومقضيها متمدد على القنفه تلعب ببجي، لا شغل ولا عمل، وتريد تصارحها مو حتى تكونون علاقه فاشله وتتزوجون على الانستغرام مو؟ عرفتك. وتغير اسم حسابها وتسميه ام يزن وانت تسمي حسابك ابو يزن مو؟ عرفتك. شلون علاقات تعبانه، شلون حب مقطن. يعني اني من تعجبني وحده غير اروح اتقدم لها حتى ذا عنت، يابا السلام عليكم، ممكن عنوانكم ورقم الوالد رقم الوالده، وادز لهم امي. واذا انت شايفها بالحقيقه يعني تندل بيتهم خو بعد احسن، دزه لك عليهم وتقدم لها. هالحموضه مال اريد اصارحها شنو؟ تقبل واحد يصارح اختك؟ جبار اللي بداخلك يطلع. بس ويا بنات العالم اجي شاجحها اقعد يا جاك. انا متاكد انت حتى نفسك ما مكونها، تريد بس هيك يصير عندك حبيبه، بس هيك تقضي وياها وقت شي.